اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ بقالي يومين ما عملتش فيديو، فقلت النهارده انزل لكم فيديو. وفي الفيديو ده انا طالع اتكلم فيه على حاجه لاحظتها في التعليم بتاعنا. انا ما اعرفش التعليم بره ايه نظامه، ولكن انا جاي اتكلم النهارده على حاجه شايف ان هي مهمه، يعني لازم اكلمكم فيها. وده اولا رايي الشخصي في التعليم في مصر، ووارد يكون صح وارد يكون غلط، لان هو اولا عن اخر راي شخصي، فوارد يكون صح وارد يكون غلط، يعني انتوا فاهمين كده يعني. طبعا قبل بس ما ابتدي في الكلام، انا مش بقول للناس ما تذاكروش، ومش بقول للناس ما تروحوش مدارس، ومش بقول للناس يعني زي ما بيقولوا ايه سيب التعليم. لا، عشان بس ما يجيش واحد كده في الكومنتس تحت يقول لي يا محمد علاء انت يعني انت مثلا بتقول للشباب ما يروحوش مدارس وكده. لا خالص، انا بس طالع بس اتكلم على نقطة مهمة جدا، وهي التعليم. انا كشاب ما حسيتوش انه فادني في الحياة قوي، يعني عشان اكون صريح معاكم. في اللي انا خدته في المدرسة او في الجامعة، كبرت بقى ونزلت الشغل والكلام ده كله، ما مش لاقي منه حاجة نهائي. مش لاقي منه حاجة نهائي. مفيش درس خدته في اعدادي ولا في ابتدائي ولا في حضانة ولا في الجامعة ازاي اجيب فلوس، او ازاي اتعامل مع الفلوس، او مثلا ازاي استثمر، او ازاي ما جابوليش سيره الفلوس خالص. كل اللي جابولي مثلا في التعليم طبقات الارض بتتكون من مش عارف كذا، مثلا الارض مثلا التاريخ، الفراعنه عملوا ايه، مثلا صلاح الدين مش عارف ايه، التاريخ بتاعنا التاريخ بتاع مصر. هي معلومات كلها على عيني وعلى راسي، انا ما اتكلمتش وما ما اعترضتش في حاجه، بس انا مش عارف برضو. يعني انا دلوقتي مثلا هنفترض ان انا اتجوزت وخلفت، هل انا لما اروح دلوقتي للعيال هروح لهم بدرس التاريخ؟ لا، ما انت برضو ما يعني، انا عارف ان التعليم بيأهلك ان انت تشتغل شغلانه حلوه، ومن الشغلانه الحلوه دي بتقدر تجي تاخد منها مرتب عالي. طيب ماشي، انا معاك. بس في شباب برضو متعلمه وبيطلعوا اوائل من على الجمهوريه ومش لاقيين شغل، يعني مش، انا مش بقفلها في وشكم، بس انا عايز افهم ليه المدارس ما تعلمناش ازاي نتعامل مع الفلوس. ليه المدارس زي ما انت مثلا مخصص ماده للتاريخ، ماده للجغرافيا، ماده مش عارف لايه، ماده العلوم، الماده مخصص 30 40 ماده، ليه ما تخصصش مثلا ماده للفلوس مثلا؟ يعني ازاي تجيب القرش، طب ازاي تتعامل معاه، طب تعمل ايه مثلا عشان تزود دخلك. طيب في نصائح ماليه كده، فاهم؟ يعني المفروض الكلام ده ناخده في المدرسه. تمام. انا كشاب النهارده مثلا لما افهم حاجه زي دي هعرف اتعامل، يعني ما انت برضو لما تعرفني مثلا تقول لي ازاي مثلا تستثمر في حاجه معينه، ازاي تستثمر في الفلوس اللي معاك. طيب انت مثلا ازاي تبتدي اول مشروع ليك، طب نصايح عشان تبقى مش عارف ايه. عارف لو دي مثلا مواد عندنا، هتلاقي ان الشباب هو حتى لو ما اشتغلش بتعليمه هيعرف يجيب قرش. فهمت؟ انا عن نفسي نصيحتي ليك لو انت شاب، انت التعليم انت بتتعلمه ان انت بتثقف نفسك، لكن ما تاخدوش وسيله ان هو يجيب لك فلوس، لا، لان ممكن في يوم من الايام ما تشتغلش بيه اصلا. فاهمني؟ طب انا اعمل ايه يا محمد؟ هل انت بتقول لي سيب التعليم؟ لا، ما بقولكش سيب التعليم، عشان بس ما حدش يكتب لي تحت في الكومنت زي ما قلت. ولكن انا بقول لك لازم تتعلم عن الفلوس بجانب شغلك. لازم، يعني دي حاجة مش هنتكلم في، مش يعني مش هنجادل فيها زي ما بيقولوا. لازم تتعلم عن الفلوس وانت شغال، تعرف تجيب ازاي القرش بيتجاب. طب انا دلوقتي هصرف ازاي، هعمل ازاي، هسوي ازاي. لان انا كشاب لما جيت كبرت لقيت اللي خدته في التاريخ وفي الجغرافيا انا اللي بيوجهني في الشغل، مع احترامي ليك، طالع من ابتدائي، يعني ما ولا بيساوي جنيه في التعليم. بس هو انا متعلم اهو بسمع كلامه، يعني هشيل دي حاضر هشيل، حط دي هحط. فاهم؟ انا عارف ان التعليم بينور العقول وبيعمل وبيسوي، بس برضو لازم وانت بجانب تعليمك تتعلم عن الفلوس. معلش، لازم. انا دي نصيحتي ليك. طيب التعليم اخده كايه؟ تنور بيه عقلك فقط لا غير. يعني انت برضو الانسان المتعلم صراحة بيفرق عن الانسان الجاهل صراحة، يعني الحق يتقال برضو. فانا زي ما فهمتكم، التعليم هو نهايته معاك وين. بس يا شباب يعني، والله مش بقفلها في وشكم، بس انا بس طالع اتكلم مع اخواتي يعني. والسلام عليكم، باي باي يا شباب.